السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 5 من المنهج الجديد للترم الأول، وهنتكلم في الفيديو ده عن الجرامر ليونت 3. هناخد كل جرامر بتاع يونت لوحدها في فيديو مخصص ليها عشان نفهم الجرامر لوحده. يعني عندنا دلوقتي يا شباب كل يونت هتبقى نشرح الليسنز بتاعتها في دروس لوحدها، فيديوز لوحدها، لكن الجرامر هيكون فيديو منفصل لوحده. خلاص، فالفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نشرح الجرامر بتاع يونت 3 لجريد 5 من المنهج الجديد للترم الأول. وهنا بقى يا شباب بنتكلم في الفيديو ده في الجرامر عن الماضي البسيط، الباست سامبل، زمن الماضي البسيط. اي زمن يا شباب لازم اكون عارف فيه 4 حاجات. اول حاجه شكل الفيرب، الفعل بيكون نهايته ايه في الاثبات. تاني حاجه النفي بان في الفيرب ده ازاي. تالت حاجه السؤال بسال ازاي او السؤال بيبدا بايه. اهم حاجه رقم 4 الكي ووردز، الكلمات الداله على الزمن، ودي الكلمات اللي بتخليني احدد زمن الجمله، مضارع ولا ماضي ولا مستقبل ولا ايا كان زمانها ايه. فبناء عليه هقدر احدد نهايه الفيرب في الاثبات او النفي او السؤال. فاحنا عندنا النهارده الفيديو بيتكلم على زمن الماضي البسيط الباست سيمبل، واول حاجه هنبدا بيها الكي ووردز، الكلمات الداله على الزمن. ايه هي الكلمات اللي انا لو شفتها في الجمله اقدر احدد ان الجمله دي ماضي، فبناء عليها هقدر اتعامل مع الجمله سواء دي جمله مثبته او منفيه او سؤال. نبدا مع بعض يا شباب على البورد. احنا بنتكلم دلوقتي ده الجرامر بتاع يونت 3 لجريد 5. خلاص كده يا شباب، وده بيتكلم عن زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط، باست سيمبل. خلاص كده، ده بالنسبه للجرامر ده. طيب اول حاجه يا شباب عايزين نعرفها الا وهي الكي ووردز. ايه هي الكلمات الداله على الماضي؟ اول حاجه عندي كلمه yesterday اللي هي امبارح، last، ولاست دي ممكن يجي معاها اكتر من حاجه، last week، last year، last night، last month، ايا كان ده last ايه. خلاص كده يا شباب، اي واحده من دول فانا بعرف ان الجمله ماضي. بعد كده كلمه ago، او ممكن عندي لو جاب لي ان وتاريخ قديم، يعني مثلا 2010 2015 اي تاريخ قديم. خلاص كده يا شباب. او لو جاب لي كلمه in the past في الماضي، او اي حاجه لها علاقه بالانشنت ايجيبت، لها علاقه بمصر القديمه او المصريين القدماء. خلاص كده يا شباب، ده بالنسبه للكي ووردز الداله على زمن الماضي. يبقى اول حاجه الكلمات الداله على الماضي اللي انا لا هعرفها هقدر احدد ان الجمله في زمن الماضي لو لقيت اي كلمه من دول، yesterday، last، ago، in وتاريخ قديم، in the past، او اي حاجه لها علاقه بمصر القديمه. طيب بالنسبه لي بقى يا شباب لو انا عندي اي كلمه من دول فانا عندي الفيرب له شكلين. خلاص كده، عندي الفيرب يا منتظم regular، فعل منتظم، خلاص كده، او فيرب irregular او فيرب غير منتظم. يعني ايه فيرب منتظم وغير منتظم؟ فيرب منتظم يعني بيكون اخره دي او اي دي او اي اي دي. خلاص كده، بيكون نهايته بضيف للفيرب واحده من دول. خلاص كده، الفيرب بضيف له دي لو اخره ايه. خلاص كده يا شباب، لو الفيرب اخره ايه فبضيف له ايه، زي الفيرب تشينج اخره ايه اهو، فكل اللي عليا هضيف دي بس عشان الفيرب اخره ايه. طب الاي دي زي مثلا فيزيت، مفيش اخره ايه فانا هضيف له الاي دي. طب هنا بقى الاي، هنا بقى لو الفيرب اخره واي، بس ناخد بالنا بقى يا شباب لازم الواي يكون قبليها حرف ساكن، لان الواي اصلا حرف متحرك، فلازم اعكس الواي متحرك، فلازم اللي يكون قبله عكسه اللي هو ساكن. لكن لو الواي قبلها متحرك بتبقى زي ما هي ما بغيرهاش، بضيف الاس بضيف الاي دي بس عفوا. خلاص كده يا شباب، يبقى انا عندي الواي لو قبلها حرف ساكن بحولها الاي اي دي، لو الواي قبلها متحرك بسيبها زي ما هي واضيف الاي دي بس. وايه هي الحروف الفاوز متحركه؟ اي 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 او يو. يعني لو لقيت الواي قبليها اي واحد من الحروف المتحركه اللي هم الاي والاي والاو واليو والاي، اي واحد من دول بسيبها بضيف بس اي دي. طب لو الواي قبلها ساكن بحوله اي، زي مثلا الفيرب عندي هنا لو احنا قلنا try، هنا الواي قبلها ساكن فهحولها الاي، فهحولها ايه؟ tried. خلاص كده يا شباب. عندي هنا مثلا الفيرب
زي ما احنا قلنا تراي هنحولها ايه لتراي. طب لو قلت بلاي هسيبها زي ما هي لان الواي قبلها ايه. خلاص كده يا شباب. فناخد بالنا من الواي لو قبلها ساكن بحولها لاي اي دي، لو الواي قبلها متحرك بضيف الاي دي بس. ده بالنسبه لشكل الفيرب الافعال المنتظمه. طب الافعال الغير منتظمه دي بنحفظها زي ما هي، لازم اكون حافظ تصريفات الافعال. زي جو الماضي منها went، زي buy الماضي منها bought. خلاص كده يا شباب. زي sleep الماضي منها slept. فلازم اكون حافظ تصريفات الافعال الغير منتظمه. فانا بالنسبه لي عندي الفيرب في الجمله المثبته يا منتظم يا غير منتظم. طيب النفي بقى يا شباب بنفي الجمله ازاي؟ عندي النفي didn't وبعديه فيرب مصدر. طب السؤال بيبدا بديد وبعديه فيرب مصدر. طب لو مفيش فعل مصدر وجاب لي بين قوسين بي والجمله ماضي هخليها ايه؟ اخليها يا واز يا ور. خلاص كده يا شباب. يبقى انا عندي دلوقتي لو جاب لي بين قوسين الفعل بي والجمله ماضي احولها يا واز مع المفرد يا ور مع الجمع. واز بتيجي مع ايه بقى يا شباب؟ مع اي هي شي ات. I was, he was, she was, it was. الور بتيجي مع الجمع we, you, with they. خلاص كده يا شباب. ده بالنسبه لزمن الماضي. ده باختصار زمن الماضي الكلمات الداله عليه. وبعد كده عندي شكل الفيرب الاثبات يا فيرب منتظم بضيف له دي او اي دي او اي اي دي لو قبلها حرف ساكن. خلاص كده. او الافعال غير منتظمه زي go went buy bought sleep slept. بعد كده عندي النفي didn't والمصدر والسؤال did والمصدر. تعالوا بقى نطبق على القاعده دي ونشرح عليها ونطبق في examples امثله. يلا بينا يا شباب. ده شرح القاعده نطبق عليها بقى. خلاص نبدا ناخد امثله. تمام. عندنا مجموعه من الاسئله كده وخلي بالكم في امثله من كتاب المدرسه. الجمل اللي جنبها اس بي دي يا شباب دي جمل من كتاب المدرسه. خلاص كده. ناخد بقى الامثله بتاعتنا. اول جمله بيقول لي they visit the zoo last night. They visit the zoo last night. انا دلوقتي بيجيب لي سؤال التصحيح يا شباب. سؤال التصحيح ده بيجيب لي كلمه بين قوسين وانا بصححها. خلاص. ده سؤال الامتحان. سؤال الجرامر بيجيب لي جملتين. الامتحان طبقا للمواصفات الجديده بيجيب لي كلمه ما بين قوسين جملتين كل جمله فيها كلمه بين قوسين وانا بصححها. اول حاجه بقى يا شباب انا دلوقتي بقرا الجمله للاخر فانا لقيت ان في اخر الجمله كلمه last. فانا دلوقتي عرفت ان الجمله في زمن ايه؟ الباست. فانا بالنسبه لي الجمله في زمن الماضي يعني الفيرب عندها يبقى يا منتظم يا غير منتظم. طب انا عارف عندي الفيرب فيزيت ده فيرب منتظم فهخليه ايه؟ هضيف له الاي دي فهتبقى فيزيتد. خلاص كده لانه فعل منتظم. ليه عملتها فيزيتد؟ عشان كلمه ايه؟ لاست ماضي. طيب she am sad because she lost her keys. طب انا هنا يا شباب بقى مفيش عندي اي كلمه من الكلمات الداله على الماضي. لا عندي yesterday ولا last ولا ago ولا in the past ولا اي حاجه. اعرف ازاي الفيرب اللي في الجمله؟ لو الجمله فيها فعل ابص على الفعل ده. لو لقيت الفيرب ماضي فلازم التاني يكون ماضي. طب لو كان مضارع يبقى التاني لازم يكون مضارع يا شباب. فانا عندي دلوقتي الجمله دي فيها فيرب ماضي فانا بالتالي اخلي الاولاني ماضي. عندي الفيرب lost ده الماضي بتاع lose يبقى انا عندي lose الماضي منها lost. فانا عرفت ان الجمله دي في زمن الماضي فبالتالي بقى هنا جاب لي am. الماضي من am ايه؟ هيبقى was لان شي بتاخد في الماضي was. خلاص كده يا شباب. طب ليه ما عملتهاش were؟ لان شي ما بتاخدش were. اللي بياخد was I was he was she was it was. طب ايه اللي خلاها was؟ عشان الفيرب ماضي هنا فلازم الاولاني يكون ماضي. طيب بعد كده was there a lot of cars in your town in the past. هنا عرفت ان السؤال ده في زمن الماضي من كلمه in the past. خلاص كده. فانا بالنسبه لي هبدا السؤال بقى. هنا جايب لي was. طيب انا عندي هنا كلمه cars. الكلمه دي مفرد ولا
جمع؟ الكلمه دي جمع. طب الجمع في الماضي ما بياخدش was، بياخد ايه؟ were. فانا بدل was هخليها ايه يا شباب؟ اخليها were. خلاص كده؟ were there a lot of cars. طب لو كان قال لي car واحده كنت هخليها was زي ما هي. طب ايه اللي خلاني برضو استخدم was او were؟ عشان ما فيش فعل مصدر في الجمله. فانا ايه الفرق ما بين did و was؟ الفرق بينهم في الفعل المصدر. لو السؤال فيه verb في المصدر هبدا بدid، لو السؤال ما فيش فيه فعل مصدر هبدا بواز او بور. يبقى الفيصل ما بين was were did، الثلاثه بيستخدموا في السؤال في الماضي، بس الفكره في الفعل المصدر. في فعل مصدر في did، ما فيش فعل مصدر في was او في were. طيب الجمله اللي بعدها هنا بيقول لي what do you do yesterday. هنا عندي كلمه yesterday فعرفت ان السؤال ده في زمن الماضي. طب السؤال في الماضي بياخد do؟ ما بياخدش do، بياخد did. خلاص كده يا شباب؟ ده بالنسبه للجمله دي. طيب هنا السؤال ده من كتاب المدرسه. Do the teacher gave us homework last Monday عفوا. هنا برضو عندي كلمه last، فانا عرفت السؤال في زمن الماضي، فبالنسبه لي السؤال في الماضي بيبدا بايه؟ ما بيبداش بدو، هنبدا بدid. ليه بدات بدid؟ عشان السؤال في الماضي فانا هبدا بدid، وعشان عندي verb مصدر اللي هو give اهو. خلاص؟ طب لو ما كانش عندي في السؤال ده الفعل give المصدر كنت هبدا يا was يا were. طيب هنا برضو من الاس بي ستودنت بوك كتاب المدرسه. Why didn't you went to school yesterday؟ ده برضو سؤال في الماضي، وعرفنا ان السؤال في الماضي بياخد did. طب هنا جايب لي didn't، واحنا قلنا قبل كده يا شباب ان did في السؤال او didn't في النفي وانا مغمض بجيب بعدهم فيرب ايه؟ infinitive مصدر. فانا هنا عندي didn't اجيب بعدها الفعل المصدر. المصدر من went ايه؟ go. المصدر منها go. طيب the ancient Egyptians، هنا بقى عرفت من اول كلمه ان الجمله دي في الماضي، طالما حاجه عن مصر القديمه او المصريين القدماء يبقى الجمله في البس. فهنا جايب لي not have. نركز بقى يا شباب، اي كلمه فيها not كده يعني عايز النفي. طالما جاب لي كلمة not يعني عايز النفي، فأنا رقم واحد عرفت إن الجملة في الماضي، وهنا جايب لي not يعني عايز النفي، فالنفي في الماضي هيبقى إيه؟ يا didn't يا wasn't يا weren't. خلاص كده يا شباب؟ didn't wasn't weren't. طب إيه الفرق بينهم أو الفيصل بينهم؟ الفعل المصدر. لو عندي فعل مصدر هجيب قبليها في النفي didn't. طب لو ما فيش فعل مصدر هجيب يا wasn't يا weren't. طب أنا هنا عندي فعل مصدر؟ في عندي have أهو. طب هنا هقول إيه؟ هقول wasn't have ولا didn't have؟ هقول didn't وبعد didn't هجيب فيرب مصدر اللي هو didn't have. خلاص كده يا شباب؟ ليه استخدمت didn't؟ عشان جايب لي فعل مصدر اهو. خلاص؟ يبقى هنا الجمله في الماضي وجايب لي not يعني عايز النفي، فانا هستخدم didn't والمصدر يعني didn't have. طيب how does she go to the club yesterday؟ هنا عرفت ان السؤال ده في الماضي، فانا عندي السؤال هيكون بايه؟ بدل does هخليها ايه؟ هخليها did، وانا عندي هنا فعل مصدر اهو. how did she go؟ طيب we see a nice animal yesterday. عندي هنا yesterday يعني هنا في زمن الماضي، فاتفقنا ان الماضي عندي هنا الفيرب يا منتظم يا غير منتظم. ده بالفيرب سي ينفع اضيف له اي دي او دي؟ لا، ده غير منتظم، فالماضي من سي هيبقى saw. we saw. ليه عملناها saw؟ عشان هنا جاب لي yesterday. طيب I don't study English last night. هنا عندي كلمة last night فعرفت ان الجملة ماضي، فبالتالي انا الماضي مش بنفي don't، الماضي عندي النفي didn't، ودidn't بجيب بعديها فعل مصدر، الفعل المصدر اهو. I didn't study English last night. ده بالنسبة يا شباب كتدريب على قاعدة الماضي الباست سيمبل، وقلت ان انا بقدر احدد من الكلمات الدالة على الجملة، بقدر اقرا الجملة، ومهم جدا اقرا الجملة للاخر او السؤال للاخر عشان اقدر احدد، وبناء على شو بقى الجملة مثبتة ولا منفية ولا ده سؤال، واقدر احول بقى الفيرب اللي عندي او احول النفي او احل الجملة كويس جدا. اتمنى رب يكون الجرامر بتاع يونت 3 زمن الماضي البسيط واضح ومفهوم. نحل كتير بقى ونتدرب كتير، وبالتوفيق يا شباب. انا احمد صار and thank you so much.